انه المصري عرف الدين والقيامة من ايام اخناتون، وتركيبة المصري هي تركيبة الدين جزء اساسي فيه. وكل من تكلموا عن الشخصية المصرية تكلموا عن تأثير الخطاب الديني وتأثر الشخصية المصرية بالخطاب الديني ومكوناته. وبالتالي حزب حياة المصريين بيحترم الدين كمكون اساسي في الشخصية المصرية، ولكنه يرفض بكل الاشكال والصور الخلط بين الدين والسياسة. ونرى ان الدين بمقدساته اذا اختلط بالسياسة هيحصل ضرر للناحيتين. هيحصل ضرر للسياسة لان في ناس هتعرض برامجها على انها تعبر عن الخطاب الديني، وبالتالي هتضفي عليها قداسة الدين، وبالتالي اللي هيعارض هذه البرامج او هيعارض هذه الشخصيات كأنه هيكون بيعترض على الدين او بيعارض الدين. من الناحية الثانية هتضر الدين، لان اللي هيقرأ في تاريخ الأديان والفترات سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، والفترات اللي قوى سياسية ما استخدمت الدين فيها ضمن خطابها السياسي، يعلم جيدا ان تم تحريف معاني كثيرة جدا في الأديان لهذا السبب. فلما بنقول ان احنا عايزين نفصل الاثنين عن بعض، احنا عايزين نعمل صيانة للاثنين، صيانة للدين وصيانة للسياسة. فنحن نحترم الأديان، لكن لا نقبل ان يتم الخلط ما بين مقدساتها وما بين السياسة. احنا بنحترم الأديان ولا نقبل ان حد يتحدث باسم الدين كأنه المتحدث الرسمي للدين او المتحدث الرسمي عن الله عز وجل. من ضمن اللي احنا بنشتغل عليه انه احنا حاطين آليات برضو لمقاومة هذا التداخل ما بين الدين والسياسة في الأماكن اللي فيها الخطاب الديني، وده من خلال تعاون الحزب والجناح الخدمي لحزب حياة المصريين مع المؤسسات والكيانات الدينية. وعندنا برامج هنتعاون فيها مع الكيانات الدينية تخص تطوير الخطاب الديني، واللي احنا مؤمنين بيه كحزب حياة المصريين انه لن تحدث نهضة في مصر الا ويصاحبها تطوير للخطاب الديني.